السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة والأخوات. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. جبت لكم اليوم واحد القصة جديدة واقعية، نتمنى من الله تعجبكم. القصة نتاعنا تاع الأخت خديجة، كتقول إيه فعلا ربي خلقني هكا قصيرة، شنو غادي ندير؟ ما درت لا بيديا ولا برجليا، الله خلقني هكا، هذا الخلق تاع الله وأنا راضية به. ولكن الناس ما خلاونيش في التقار، عذبوني وتنمروا عليا، حتى وليت كنشرب الدواء ديال النعاس باش نقدر نعس. عذبوني وتكرفسوا عليا، دعيتهم الله، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. كيف نكدوا عليا وخسروا لي الحياة ديالي، ووصلوني الأمراض، ووصلوني لدواء نفساني طول حياتي. توكلت عليهم الله سبحانه وتعالى، هو اللي قاد عليهم وهو اللي غادي ينتقم ليا منهم. هذه خديجة كانت كتعيش في واحد الأسرة فقيرة بزاف، باها مسكين ما عندوش، كيتقاتل باش يجيب ليهم الماكلة ديالهم ويشربهم، وولد بزاف بزاف ديال الدراري عنده ما قدش عليهم، جو صعاب بزاف. المرأة كيف كتعرفوا راه في البلاد راه ما كتخدم ما والو، كتخدم في الدار ديالها، يعني ما عندهاش واحد المكسب تاع الفلوس ولا شي حاجة منين تجيب الفلوس. كتخدم مسكينة بالدراع ديالها على وليداتها، تصبن وطيب وتعجن، وداكشي اللي جاب ليها راجلها مسكينة راه كتقضي به. جاو خطبوها شي ناس من المدينة، من العائلة نتاعهم، شي حاجة بعيدة من العائلة. المهم جاو خطبوها، فرحات مسكينة، قالت غادي نمشي للمدينة وغتبدل حياتي وغادي نعاون خوتي ونعاون والديا. هاد الناس هادو غادي يكونوا حتى هما ميسورين وعندهم فلوس، وغادي حتى انا نعاون والديا ونسيهم في دوك الايامات اللي دازو ديال الفقر. نحاول ندير شي حاجه في المدينه، ونحاول حتى انا نزيد لقدام ونخدم حتى انا شي حاجه الا وافق ليا راجلي في المدينه. المهم كانت كتسمع على المدينه شي حاجه واعره، راه الخدمه موجوده والفلوس كاينين والناس لابسين المهم هادشي اللي كانت كتسمع على المدينه. ما عمرها ما مشات للمدينه من نهار تزادت، ديما كانت غير في العروبيه، ما قرياش مسكينه، ما قراتش، ما قراهمش باهم. الاولاد قراهم شويه حتى وصلوا واحد شويه وخرجوا، كل واحد شنو كيدير، شي كيعاون الفلاحه كيخلصوه شي حاجه قليله، شي مشى للسواقات كيهز الكفاف، شي مشى للبهايم كيرعى الغنم. المهم كل واحد وشنو دار. والبنات مساكن جالسين كيتسناو النصيب ديالهم. عائله فقيره هكا دايره، والناس اللي فقراء هما اللي كيكون عندهم بزاف ديال الاولاد، كيبقاو غير كيولدوا واحد مورا الاخر. المهم نرجعوا للقصه نتاعنا. خديجه مسكينه جابوا ليها الدفوع ديالها حويجات، فرحات مسكينه وقدام بنات الدوار، وبقات كتقول لهم راني غادي نمشي للمدينه وغتبدل حياتي وغنولي وحده اخرى، وفرحانه وما قدها فرحه. ايوا مسكينه ملي مشات للدار نتاع راجلها، ساكن مع باه ومع عمو وخواتاتو، 3 ديال الخواتات وخوتو 2، وجابوها حتى هي. المهم في الاول ما دات ما جاب، تعاملوا معها مزيان. ديك السيمانه الاولى تعاملوا معها مزيان، كتنوض كتعاون كتشقى، كيتعاونوا معها حتى هما شويه، واحد شويه بداو وحده مورا الاخرى كيتسلوا، حتى وحده فيهم ما كتبغي دير الشغل. كتقول لهم مسكينه جيو عاونوني، راه الشغل كتير بزاف عليا، راه ما قاداش على هذا الشيء. كيقولوا له علاش جبناك حنايا، كون بغينا نديروا الشغل كاع ما نجيبوك. وهي تفكر في راسها، قالت اذا انا جابوني غير سخاره، ما جابونيش مرات ولدهم، وحتى ولدهم ما كانش كيتعامل معاها مزيان، عادي جدا. عمر ما قال ليها شي كلمه زوينه ولا فرحها بشي حاجه جابها ليها ولا شي كادو ولا يعني داك الشيء كل شيء اللي كانت كتحلم به كله تبخر، كل شيء مشى. دوك الاحلام ديالها وغتعاون والديها وغتعاون خوتها وغادي تبقى تجيبهم واحد بواحد ويخدموا ويزيدوا لقدام، كل شيء داك الشيء تضرب في الصفر. عرفات الحقيقه المره باللي هاد الناس هادو راه جابوها خدامه وجابوها من البلاد، كون بغاو شي وحدانيت اللي غادي تكون معاهم وتكون حتى هي ترفع راسها. كتقول لي قالت لك كون جابوها من لهنا، بقات كتفكر قالت علاش ما تزوجش من لهنا من المدينه شي وحده بحالو ولا خدامه معاه ولا شي وحده من المعارف ديالو، علاش جابوني انايا بالضبط من المدينه وحاضره راسي وما فياش الصداع. اذا جابوني انا غير خدامه، تكرفسوا عليا وتعداو عليا وحيدوني من دارنا وجابوني نتكرفس هكا،
في دارنا ما كانش عندي هاد التكرفيس بحال هكا. كنا كنتعاونوا انا وخواتاتي والوالده ديالي، كل واحد كيدير شويه وفرحانين وناشطين، وداكشي اللي جاب لينا الوالد كنقضيو به كناكلوه وفرحانين. وجيت دابا لهنايا تكرفست هاد التكرفيسه خرجت على راسي، وزائد من هاد الشيء كله الشغل قالت لك ما فيش مشكل، انا غادي ندير داكشي اللي قديت عليه وكتر كتر من الجهد ديالي. ملي كنفيق وانا من العجينه للتجفاف للمواعن للصابون للنشير للطويان ما كنجلسش نهائيا حتى كتصل 12 تاع الليل. يلا كنخرج من الكوزينه وهما كل وحده شاده المبرد وكيبردوا في الضفار ديالهم وكيديروا الفيرني، وشي دايره الشيشوار في شعرها وشي دايره الماسك في وجهها. امهم صافي امهم شدات التقاعد، ما بقاتش كتدخل كاع للكوزينه، كتوقف ودير يديها على كرشها وتبقى تعطيني في الاوامر، ديري هادي وملي تسالي هادي ديري هاد الاخرى، وملي تسالي داكشي طلعي للسطح، وملي تسالي من السطح هبطي عجلي لينا شي مسمنات باش نديرو بهم كاسكروط. المهم وحده مورا الاخرى ما تجلش ما تشوفوا مسكينه بحال جايبين روبو خدام بالضوء. المهم هادشي قالت لك ماشي مشكل ندير الشغل، ولكن اللي ضرها في خاطرها واللي قتلها واللي عذبها ووصلها لمرض نفسي مزمن وهو داك المعيور اللي كيعايروها. الا غير تعطلات ما درتش الغدا بكري ولا ما درتش شي حاجه ما درتهاش الوقت كيقولوا لها ايوا ديك اورانجينا المقلوبه، ايوا فينك وهذيك الكويره وهذيك نص بلاصه. هكا كيعيطوا عليها، عمر ما عيطوا ليها بسميتها، ديما التنمر ويضحكوا وحده تضحك والاخرى تضحك كاش قلتي ليها كتقول لها نص بلاصه، ويضحكوا يضحكوا يضحكوا كتقول لها والله الا هذه جديده عندك، تقول لها عاوتاني الاخرى كتجيب ليها شي سميه اخرى عاوتاني شي يقول لها بوكيمون شي يقول لها. المهم غير المعيار في الصباح وفي العشيه هي كتدخل لداخل مسكينه ما مولفه لا تعاير ولا تساب ولا ململ عليها كاملين، شكون غتسب وشكون غتخلي. الا غير بغات تهضر ولا تجاوب كينوضوا ليها كاملين كيقولوا ليها شوفي انت هذيك نص بلاصه راه والله ما سكتي حتى نحكوا لك وجهك مع الارض، راه هنيناك من البلاد ومن العذاب نتاع البلاد وجبناك للمدينه، فين كنتي كتحلمي كاع تسكني في شي دار بحال هكا؟ خاصك تحمدي الله وتشكريه وتبوسي لينا يدينا من التحت ومن الفوق وتسلمي لينا على راسنا اللي جبناك من الباديه للمدينه وليتي حتى انت ساكنه هنايا، وليتي حتى انت يقولوا الناس راه فلانه جات للمدينه، ما انت مولفه غير بالعروبيه وبالشقه ديال العروبيه كاع ما مولفه بالشقه ديال المدينه. المهم داكشي بدا كيحفر فيها كيحفر فيها. حاولت واحد النهار قالتها لراجلها قالت ليه عافاك قول خواتات كيبقاو يعاونوني في الكوزينه شوفي يديا كيفاش ولاو. قال لي علاه كيف كانوا ياك جيتي هكاك من البلاد؟ قال لها ما كانوش يديك زوينين، نهار جيتي النهار الاول كنتي هكا كلك مشقه يديك ورجليك. قال لها شتك بغيتي تفرعني ياك ما عاجبكش الحال؟ قال لها الا ما عجبكش الحال قوليها ليا باش نشوف شنو غادي ندير معاك. قالت ليه لا عاجبني، علاش ما غاديش يعجبني؟ من تما عرفات بان راه صافي ما كاين حتى شي امل معاه في الهضره، ما كاين حتى شي حاجه ما غيتغير والو، بالعكس غادي غير تزيدو حتى هو على الاخرين. على الاقل بعدا ما كانش كيهضر ما كان كيقول والو، دابا الا زادت حكات عليه غادي يبدا حتى هو ينقر عليها بحالهم. ايوا المهم واحد شويه بدات مسكينه كطيح كتغيب كطيح ما كتعقلش على راسها، كيبقى قلبها كيضرب وكتحس بالدوخه وكطيح كتغيب ما كتعقلش على راسها. داوها عند الطبيب، داروا ليها التحاليل، داروا ليها التخطيط تاع القلب، داروا ليها ما خلاو ما داروا، ما عندها حتى شي مرض عضوي. قال لهم الطبيب خصكم تديوها عند طبيب نفساني، هذه راه عندها شي مشكل نفساني هو اللي كيدير ليها هكا، حيت هذوك الطيحات اللي بدات كطيح بداو كيتعاودوا ماشي مره ماشي جوج، شحال من مره طاحت حتى خافوا لا يطلق عليها شي حاجه عاد داوها عند الطبيب. داوها عند طبيب نفساني قال لهم خرجوا غنبقى انا وياها باش نشوف شنو هو المشكل ديالها. قال لها غير عاودي ليا، قالت ليه لا الا عاودت لك غادي تقولها ليهم وانا ما بغيتش المشاكل. قال لها غير قولي ليا شنو كاين، انا ما غنعاود حتى لشي واحد، انا خاصني نعرف باش نعطيك الدواء اللي غادي يناسبك. المهم عاودت ليه قالت ليه هاش عندي وهاش عندي، وكيتنمروا عليا وكيعايروا لي وكيقولوا لي القصيره وما خلات ما قالت ليه. المهم داكشي كلشي اللي في القلب ديالها حطاتو ليه قالتو ليه، وعرفه شنو كاين باللي هذاك الشيء داك التنمر وداك المعيار وداك الشيء اثر ليها على الاعصاب ديالها حتى ما بقاتش كتستحمل.
المهم عطاها دواء، قالت لي راه ما كنعش بالليل، كنبقى فايقه الليل كله، كنبقى فايقه وكنبكي، وبالنهار الشغل بلا ما نحبس. قالت لي حتى الصحه ديالي شوف كيفاش وليت، ضعفت مسكينه، حتى العظم نتاع الصدر ديالها كيتحسبوا، ويديها رقي وكاين رجليها رقي وكاين فينا. هي هذيك خديجه اللي جات من بلاد مبلبله وعامره، والحنيكات نتاعها حمرين، والشعر طويل طاح ليها الشعر ديالها، وكحالت وخسرات وطب عليها وجهها. المهم ولات حالتها حاله، خرجوا عليها وتكرفسوا عليها. كتقول خديجه حسبي الله ونعم الوكيل في اي واحد كيتعدى على بنات الناس وكيتكرفس عليهم وكيتعدى عليهم. قالت لك الا ما بغيتوش بنات الناس ديروهم بحال بناتكم وتعاملوا معاهم بحال اللي غادي تعاملوا بناتكم، ما تجيبوهمش، خليهم في ديورهم، ما تكرفسوش عليهم وديروا لهم امراض مزمنه. وزائد كيحرشوا خوهم، قال ليه لا ما تخليهاش تولد، خاصها تشرب الفانيل، حيت الا حملات ما غتبقاش دير لنا الشغل، وحنا شكون اللي غادي يدير لنا الشغل هنا في الدار؟ خاصها تا دوز بعدا واحد 5 سنين ولا 6 سنين نتاع الشغل عاد باش تحمل الا بغات تحمل. دابا خاص نقيو الدار ونصوبوها ونقدوها وتعاوننا. المهم هذه هي الحكايه نتاع الاخت خديجه كيف حكاتها لنا. ومن هذه القصه هذه كنطلبوا من جميع العجوزات باش يتعاملوا مع عيالات ولادهم معامله مزيانه، ويعاملوهم كيف بناتهم، ما يعاملوهمش هذه المعامله هكا. وحتى خواتات العريس حتى هما يديروا هذيك العروسه بحال اختهم، وما يتعاملوش مع هذيك المعامله الخايبه بحال هكا ويصدموها صدمه العمر. هنا وصلنا لاخر ديال القصه، نتمنى انها تكون عجبتكم واستفدتوا منها، والى اللقاء ان شاء الله في قصه مقبله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنسونيش من التعاليق ديالكم الزوينه. شكرا لكم.